ابتكار شاب عراقي اختار انه هو يشتغل على فكره مختلفه تماما ويطورها باصرار حتى يقدم حل ممكن يفيد المرضى ويسهل الوصول الى مصدر الالم. فشلون بدت الفكره وشلون تحولت من مجرد تصور الى جهاز موجود على ارض الواقع؟ وشنو تفاصيل هذا الجهاز وشنو الآلية اللي يعتمد عليه حتى يحدد مكان الألم؟ ومن هو الشاب العراقي اللي يقف وراء هذا الابتكار؟ بالضبط ابراهيم، كل هذه التفاصيل راح نعرفها من خلال قصته ونشوف شلون قدر يحول فكرته الى ابتكار يستحق الاهتمام فعليا. ويعني بالتالي نرحب اكيد بضيفنا الاستاذ عبد الرحمن احمد. يسعد صباحك استاذ، نورتنا. صباح النور. صباح الخير، اهلا وسهلا بك. شكرا لك، شكرا لوجودك ويانا. وانا تفاجات بالبدايه انه انت بعدك طالب. الحمد لله. انا قلت لك يعني هذا الابتكار انت اشتغلت عليه من انت طالب، لو تخرجت قلت يعني بعدني طالب، فاحكي لنا شوي عنك. بداية أنا عبد الرحمن أحمد رشيد دليمي من محافظة الأنبار. والنعم. على راسنا. منك يسلم راسك. طالب في جامعة المأمون قسم طب حيوي. زين. يا مرحلة الفكرة بداية يعني انت يا مرحلة هسه؟ ثالثة. بالتوفيق. زين. القسم؟ هندسة طب حيوي. حيوي. زين. طيب. زين. كم. بداية الفكرة هي اجتني من خلال تطبيق بالمستشفى التدريب. يعني دا اشوف انه حالات دا تيجي صعوبة انه يكون تشخيص، يعني مثلا الاطفال انه يجي طفل يبكي ما يعرفون ايش بيه، شنو متألم. صح. جماعة الصم والبكم نعم. هو ما يحكي ولا يسمع، يعني بصعوبة راح يقدر يحدد الألم اللي بجسمه. ممكن انه اني او انت لما نروح نحكي نقول معدتي توجعني، كليتي توجعني، الجهه اللي تاذينا. بالضبط. بس اكو فئات معينه، مثلا عندنا اللي عندهم امراض عقليه، الاطفال، كبار السن، فاقدي الوعي، وكذلك الصم والبكم، ذولا بصعوبه يحددون مكان الالم بجسمهم. فاجتني هاي الفكره من خلال خاصه الاطفال. اي عشتيدك يعني خاصه نعم. الاطفال. اكيد هذا الجهاز مهم لهم، لان هسه انت اليوم حتى الصم والبكم ممكن يأشر بيده، ممكن يحاول شيء، لكن الطفل صدق ما يقدر يعني. اكيد. شو يحكي شو يسوي؟ هذا الجهاز يرهم على كل الاعمار. اي نعم اكيد. يعني هو يشتغل حتى على كبار السن، يعني اكو عندنا فئه من كبار السن اللي يصير عندهم زهايمر، هم كذلك بصعوبه راح يقدر يحدد مكان الالم بجسمه. طيب عبد الرحمن، انت بعدك طالب مرحله ثالثه، نعم. شلون قدرت انه انت تجمع ما بين دراستك وبين العمل على ابتكار جهاز طبي بهذا الشكل؟ من خلال تنظيم الوقت اكيد، يعني وكذلك انه خارج اوقات الدراسه انا كنت دائما ابحث وادور على افكار، يعني كانت ببالي من زمان انه انا اريد اشتغل على فكره، بس ما اعرف شنو الفكره اللي اريد اشتغل عليها. طيب شلون جتك الفكره؟ الفكره اجتني مثل ما حكيت لك، انه من خلال التدريب بالمستشفى. جابوا يجون اطفال يبكون ويجون ناس يعني ما يعرفون يحددون مكان المهم، فاجت ببالي هاي الفكره. زين. عبد الرحمن قلبه طيب، فاجت هاي الفكره بباله، يعني هو مو بس يعني يفتهم وعلمي ويعرف شغله ويحب يطور، لا هو قلبه طيب فيريد يعاد شغله انه هي يشوفها قدام فيتاذى من عندها، مو صح لو انا غلطان؟ الحمد لله. زين. اريد احكي وياك بموضوع الجهاز. هو تحديدا اليوم كل ابتكار كل اختراع بالبدايه تكون بيه اكو اغلاط، والتجربه خير دليل مثل ما يقولون، واكيد جربت هذا الجهاز اكثر من مره وعالجت. شلون بدا عندك الاخطاء؟ شنو الاخطاء اللي ظهرت عندك؟ وهسه هذا الجهاز هو قابل للتطبيق بالمستشفيات بالمراكز الصحيه وما يظهر عليه اخطاء ممكن، يعني لو لا بعد شوي نقصات؟ هو ماكو شيء يبدي قبل يشتغل يصير ناجح، لازم تكون اكو اخطاء. طبعا. الاخطاء هي يعني بدايه كانت الاجزاء، يعني واجهت مشكله كلش قويه انه اجزاء اني محتاجها حتى اشتغل عليها ما موجوده عندنا بالعراق. زين. اضطريت انه استخدم بديل، واللي ما له بديل اضطريت اطلبه من الخارج شحن. فهاي المشكله اللي واجهتني. واما بالنسبه للاخطاء، كل خطا اني يظهر قدامي جاي احاول يعني اظل ابحث عنه واطوره واحسنه. نعم. زين. هسه قابل هو للتطبيق بالمستشفيات هو حاليا نموذج اولي، يعني قابل للعمل لكن مو بدقه. يعني التشخيص مالته يشتغل حاليا بس مو بدقه عاليه، انه بعده هو ما كامل بشكل 100%. اساسي. يعني هو الجهاز بالضبط شنو يقدر يسوي وعلى شنو، على اي مناطق يقدر يشتغل؟
على كل الجسم. يحدد باقطاب ومجسات طيب. تربط على الجسم، وهاي الاقطاب هي راح تحدد مكان الالم. تستجيب من الاشارات الفسيولوجيه بالجسم وتحدد لنا مكان الالم بالجسم. حلو. زين يعني اليوم هذا الجهاز ايش قد حجمه؟ ويكون الربط مالته شلون يعني؟ يعني حجمه متوسط تقريبا، يعني زين. ارتفاعه مو اكثر من متر. هو الجهاز مو كبير، لكن راح يكون اكو له بالاسفل ستاند وبيه حماله اقطاب وهاي الامور. زين باضرار يعني هسه مثلا المفراس يقول لك بيه اضرار، الاشعه بيها اضرار اذا تسوي اكثر من بيها مره. سايد افكت صح إيه عليك. هذا الجهاز بيه اضرار لو لا ما بيه اضرار، لان هو ما راح يعتمد على اشعه او اشعاع. بس هذا راح يكون حصر إلك انت يعني اكيد المخترع. اكيد. ايه فراح يبيع خوش راح يحصل، إيه. راح اطق راح يصير لا، ما ملياردير أبيع. ان شاء الله. الاسهم مو تنسانا هاي ان شاء الله. ان شاء الله. زين يعني نريد نحكي هم يعني شوي عن هذا الجهاز، انه انت اليوم بعد ما راح تكمله 100%، الخطه مالتك اكيد انه انت راح تكون اكو لازم تصريح من وزاره الصحه أكيد. حتى ممكن يعمل هذا الجهاز. شنو الخطوات القادمه له حتى انت ممكن تشتغل حاليا على هذا الموضوع؟ انا حاليا بمرحله التسجيل على براءه الاختراع. يعني انا رحت للجهاز المركزي فاعطوني الارشادات اللازمه حتى اسجل الجهاز بالجهاز. وزاره التجاره لازم يمكن لوين؟ الجهاز المركزي الجهاز المركزي. زين. للتقييس والسيطره. زين. هم المسؤولين عن تسجيل براءه الاختراع. حلو. فانا رحت لهم انه طرحت لهم الفكره مالتي والجهاز، قالوا اوكي، اعطوني بعض الارشادات يعني لازم اسويهن ملف واذكر به الجهاز شنو كل جزء به وشنو يشتغل وشنو اساس هذا الجزء. فانا حاليا دا اشتغل على ملف التسجيل، وان شاء الله بعد ما اكمله راح اوديه لهم وان شاء الله راح يسجل عن قريب. طيب عبد الرحمن، بما انه انت حضرتك تدرس قسم الطب الحياتي او الحيوي، ايش قد ساعدتك دراستك بفهم جسم الانسان بهذا القسم؟ وبنفس الوقت هل اكو ماده دراسيه هي الهمتك بشكل خاص؟ دراستي ساعدتني تقريبا بشكل متوسط، لان احنا دراستنا تقريبا لحد الان ما متعمقه كلش بجسم الانسان. طيب. يعني احنا هندسه وطب، هندسه طب يعني هندسه طبيه. نعم. فدراستنا اكثر شيء تميل للجانب الهندسي. اما بالنسبه للجانب الطبي عندنا ماده هي التشريح، يعني انا كلش احبها. تشريح؟ اي نعم. كلش تحبه؟ لان متعمقه هي بجسم الانسان. زين. طيب. انا لو ما احب هاي الامور ما دخلت يقولون هذا اللي يحب التخصص. التشريح هذا قلبه ميت. تقريبا يعني. اوكي. فالتشريح يعني كان جزء اساسي بمسيرتي. يعني هو اللي يعني نقدر نقول جزء انه ساعدك به اكيد بماده التشريح، ساعدك بهذا اكيد. الموضوع. احنا اليوم نريد نشتغل على شيء يخص جسم الانسان، لازم احنا نعرف الجسم من الداخل، العضلات، الانسجه، الاعضاء، الاجزاء الموجوده ومن شنو يتكون. نعم على اكيد. شنو. زين يعني اليوم اريد احكي عن مساعده، منو اللي وقف وياك كلش؟ من اساتذتك، من اهلك، من ناس مختصين؟ يعني اذكر لي الناس اللي وقفوا وياك. والشغله الثانيه هذا الجهاز مثل ما قلت هو بعده ما كامل 100%، فكنت يحتاج الى تطوير، فيحتاج الى فلوس. فانت اليوم شنو الخطه مالتك، الخطوه القادمه؟ انت ممكن تريد شراكه خارجيه، شراكه داخليه من الحكومه، من شركات ممكن هي طبيه موجود داخل العراق، اهليه يساعدوك بهذا الموضوع، شنو اللي ببالك؟ بالنسبه للدعم اكيد عائلتي كانت هي الداعم الاول والاساسي بمسيرتي. تحياتنا لهم. الله يسلمك. ف يعني كان والدي واثق بي كلش، قال لي روح وانا وياك. الله يحفظه. الله يسلمك. فبعدين انا من اجتني الفكره وحاولت اشتغل عليها بالبدايه، طرحتها على الجامعه. زين. دكتور سجاد واستاذ ليث، دكتور ليث، طرحت عليهم الفكره. قلت لهم انه انا ببالي هيك فكره اريد اشتغل عليها، هل انه ممكن اشتغل عليها بالجامعه؟ هل انه ممكن احصل دعم من الجامعه؟ لان اليوم جهاز بهذا المستوى مو بصعوبه انه انا اشتغله بوحدي. فالحمد لله. اكيد. يعني تقريبا ايش قد يكلف؟ يعني هو بس النموذج الاولي حاليا يعني انا ما يقارب حاط عليه 5 ملايين. 5 ملايين؟ النموذج الاولي هو صغير يعني حجم. طيب. والصناعه؟ الصناعه ما اعرف الصراحه، يعني كل شركه بدها تحكي. انت جمعت الاغراض من وين؟ من كل مكان، يعني اللي ما موجود عندنا بالعراق اجيبه من الخارج شحن. زين. فالجامعه لما رحت ذكرت لهم هذا الموضوع كلش يعني استقبلوه برحابه صدر، وقالوا انه احنا وياك باي شيء. فقالوا قدم لنا طلب واكتب لنا الاجزاء اللي تحتاجها. قدم الطلب وكتبت الاجزاء اللي احتاجها وش قد انا احتاج مبلغ. اي جامعه اللي هي دعمتك؟ جامعه المأمون. زين. المأمون؟
أنا قدمت الطلب الصبح، اجتني عليه استجابة بنهاية الدوام بنفس اليوم، الحمد لله إنه كانت استجابة إيجابية. سريعة. أي أكيد. وباشرت بالجهاز. زين، هسه النقطة الثانية، الخطوة القادمة، أنت هذا الجهاز أولي كلفك هذا المبلغ. نعم. إذا تسوي الجهاز الرئيسي أو الإنتاج النهائي راح يكلفك جزء أضعاف هذا المبلغ. يقوم يصدر من الدول. ولازم أنت أكثر من جهاز حتى ممكن توزعه. فشنو الخطوة أنت القادمة؟ شركة أهلية طبية بالعراق، خارج العراق، وزارة الصحة، شنو بالك تسوي؟ شنو تسعى عليه؟ أنا أتمنى إنه أقدر أطوره داخل العراق، لأن هي الفكرة عراقية ما نريد نطلعها خارج. زين. بس إذا أكو يعني مثلا شفت شراكة أو تقنية أكثر خارج العراق إنه تساعد بتطوير الجهاز بشكل أفضل، ممكن إنه أكون منفتح لها. فيعني بعدك ما محدد؟ بعد حاليا أنا دا يتواصلون وياي هواية ناس، تجيني هواية دعوات، بس بنقاش داخل وياهم وأشوف شنو الأفضل وشنو الأنسب لي. ما حد يقدر يسرق الفكره، صح؟ لانه انت اللي اكيد خان هذا اكو فد باسورد بالموضوع. طبعا اكيد. فبعدين شوف بريطانيا بفرنسا. طيب شنو اكثر تحدي واجهته بصنع الجهاز؟ اكثر تحدي واجهته هو الاجزاء. انه انا مجرد اكو اجزاء كلش صغيره يعني محتاجها ادور عليها بالعراق كله ما دا القاها. منين استوردتها؟ يعني استوردت من اليابان. جزء واحد اجاني شحن تقريبا طول شهر. وهو جزء صغيرون يعني هالقدوته. اي فاستوردت من بريطانيا والباقيات لا من العراق. حلو. الله يبارك فيك عبد الرحمن. الله يسلمك. الله يوفقك ان شاء الله. انت مجتهد ولكل مجتهد نصيب، وانت نصيبك راح يصير كلش كبير ان شاء الله. شكرا لك عبد الرحمن، شكرا لوجودك ويانا. الله يوفقك. شكرا جزيلا. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم. شكرا لك. إذا مشاهدينا ومتابعينا لهنا كان أكيد مسك الختام مع عبد الرحمن والأخبار اللي مفرحة بحق هذا أكيد الجهاز، وإن شاء الله يا ربي نتمنى التوفيق، وخاصة إنه بالعراق أنا صراحة يفرحني إنه نشوف هذه الشباب الجبارة اللي هي فعلا يعني إذا تبتكر شغلات كلش حلوة. مشاهدينا خلونا نختم الحلقة، كنت أنا وياكم إيمان حسين وزميلي إبراهيم صلاح، نلتقيكم غدا بإذن الله تعالى على حب الله والوطن. إلى اللقاء. إلى اللقاء.